بزاف الناس باقي عندهم داك التساؤل ديال اخي ما هو المنتج المربح؟ اخي ما هو المنتج المربح؟ حتى هذا تحديث طرا انه الناس واش كيقلبوا على المنتج المربح اللي ولا فاهمين. الناس ولاو كيقلبوا على المشكل الشائع. كاين الفرق ما بين المنتج المربح والمشكل الشائع. الا كنتي كتقلب على المنتج المربح فنهار غتلقاه، نهار يدخلوا الناس اللي كيقلبوا عليه حتى هما غيلقاوه، نهار غيخدموا عليه كاملين الارت، نهار غيدوز يومين غيتحرق، خاصك عاوتاني تعاود تقلب على واحد اخر. وإلا ما لقيتيش مشيتي فيها بقيتي كتخرج فلوس من جيبك ديال الارت ديال لي شارج ديال كلشي حتى تلقاه. ولكن ما تسالتيش واحد النهار علاش دوك الناس اللي كيشرحوا لك المنتج المربح كيبانوا في لي ريزو سوسيو؟ ما تسالتيش علاش دوك الناس دايرين دي شين يوتيوب اللي كيحسب لك نتايا حاطين فيهم دي زانفورماسيون فابور؟ ما تسالتيش على هاد الامور هادو انهم ما كيقلبوش على المنتج المربح، كيقلبوا على المشكل الشائع اللي هو انت كتقلب على المنتج المربح. عمرك تسالتي؟ عمرك سولتي راسك؟ ما قلتيش على هاد الناس هادو كيحطوا هاد الحاجه هادي واش في سبيل الله؟ واش ما فهمتيش هاد الامور هادو؟ دونك انا هنا باش نشرح لك هاد القضيه هادي. ولا واحد من دابا كيقلبوا الناس ما بقاوش كيقلبوا على المنتج المربح، الناس كيقلبوا على المشكل الشائع. وهذا المشكل هذا كيقلبوا ليه على لا استراتيجي المربحه اللي غادي يقدوا انطلاقا من هاد لا استراتيجي هذه الار واي ديالهم يكبر، يعني العائد على الاستثمار ديالهم يتزاد. يعني يلا حط درهم تخرج ليه 2 دراهم بهاد لا استراتيجي هذه.